اتعرف على حضرتك؟ انت مسجل؟ انا طلعت شاطر مع شاطر قناه السويس وصاحب المحل اللي هنا. اهلا بيك يا فندم. ايه اللي حصل في شارع السلطان حسين؟ كان في العيد مش كده؟ كان في العيد. يعني كان بتهيألي اول يوم العيد. اول يوم العيد جايين بنتين سن من 10 سنين ل 12 سنه، جايين ماشيين من عند الممر، وراهم عيال بتحرشوا بيهم بطريقه يعني ترعب اي حد. يعني احنا قاعدين هنا شفناهم وصلوا لغايه طيبه كده، اتخضينا من المنظر بتاع البنتين وبتاع الناس اللي هم بيروحوا وراها، اللي بيشدها مش عارف منين، اللي بيعمل لها ايه، منظر غريب يعني مش فاحنا جرينا خدنا يا دوب وصلوا هنا، خدنا البنتين دخلتهم المحل. اتلم هنا تلاقي ليله اكتر من 10,000 واحد ده من المحل هنا. مش عارف اتخيل لك المنظر. انا خفت على المحل. شباب برضه سن اللي هو العيال اللي هم صيع اسماعيليه كلهم. سن يعني مش كام؟ عايز اقول لك سن صغير، 15 سنه 17 سنه يعني السن ده. لكن مش عايز اقول لك العيال حرام عليكم سيبوهم لينا سيبوهم لينا، حاجه مش ممكن، الفاظ حتى غريبه خضنا بالحب. مفيش داخليه. انا دخلت ايه؟ انا سمعت ان كان في مخبر واقف جنبنا هنا بيتفرج على الناس وبيتفرج زي الناس، والواحد صور المنظر ده برضه في موقع، وتلاقي صور نازله على برنامج على النت معرفش اسمه ايه، لغايه ما في ربنا هدانا تاكسي جه هنا زنق غصب عنه في وسط الناس واقف، والناس اللي معايا راحوا موقفين البتاع، وجبنا البنتين زقناهم جوه التاكسي وخدوهم وجيرهم، والعيال وراهم جاري. منظر غريب مش منظر يعني. ده انا كصاحب محل بخاف افتح محل في العيد دلوقتي، بخاف افتح رغم ان ده موسم وده حاجه، لكن بخاف السلطان عايزين افتح محل. احنا في الافران انا في حي يا بيه ارقى محل واحسن محل واحسن حاجات، لكن ما اسم اول هنا على شمالنا ومديريه الامن على يميننا، بيننا وبينها شارعين، والاسم الاول ورانا هنا، والدنيا كلها والشارع مليان ناس وموقفين فيه، لكن مشكلتهم ما بيتدخلوش الا بعد الحادث ما بيحصل. والشباب دول شكلهم من هنا ولا من الضواحي ولا؟ يعني ضواحي وناس وصناعيه وناس كلها ما فيش عائلات فيهم، ده كلهم شباب مالين الشارع كله من اول لاخره. وما تصدق تلاقي مصيبه جت تلاقي اتجمعوا مثلا كانهم، وبعدين بيمشي مجموعات من 20 عيل، يعني بيجوا الحاره كلها مع بعضها. يعني الموضوع ده متكرر يعني كل سنه بتكرر، كل وقت بتكرر، كل مناسبه، لكن ما فيش حاجه بتحصل ابدا. ما فيش ابدا ولا في اي زفت في اي حاجه. هم في الايام العاديه دلوقتي الشارع هتلاقيهم ماشيين زي الرز دلوقتي عشان الجو هادي. تعال في اي موقف هتلاقيهم متداريين لا يظهروا نايل. ده حتى المرور ما فيش مرور، اللي كانوا بيقفوا هنا 24 ساعه على البتاع ده هتلاقيهم رحنا دلوقتي واقفين في الوقت ده. ما فيش حد ولا مخلوق واقف هناك، ولا مخلوق حتى جه هنا قال الشارع مقفول ليه؟ قاعد مقفول اكتر من نص ساعه ولا البنتين جوه. ما فيش. لا البلد فيها حاجه، البلد يعني لازم نخاف عليها اكتر من كده. ودي مصالح ناس. لما كسر لي محل منها يا عمنا عوضهولي. لما يتكسر لي محل، ايوه انا بقول لك لما محل انا عندي اتكسر منها عوضهولي، منها عوض المحل ولا يعمل عشان خدت موقف زي كده. ما ينفعش. انت سلوك الناس لازم يتغير، السلوك ده ما ينفعش، ولازم يكون في حزم مع الناس دي كلها. لازم يبقى في تواجد شرطي صحيح. لازم يكون في حاجه زي كده. ده ما ينفعش الكلام ده كلام خطير مش حاجه. بقول لك انا صاحب محل بخاف افتح، انا بخاف افتح في العيد. يعني باجي اقعد هنا شويه، انا ما بعرفش لا اقعد في قهوه ولا اقعد في نيله ولا اقعد في حاجه، انا مكاني ده. فمش مهم تبيع او ما تبيعش، لكن في الاخر بفتح اقعد جنبي زي ما انا قاعد كده. لكن ده حاجه مش مظبوطه، في حاجه مش مظبوطه، في حاجه في البلد مش مظبوطه. شكرا.